مسا مسا يا حلوين، اخباركم ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك للفيديو واشتركي معانا في القناة من الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو عشان عيلتنا تكبر بيكي. فعلي زر الجرس عشان يوصلك زرغوطة من قناتي. الكلمة دي انا شفت واحدة بتقولها فعجبتني بصراحة، فقلت اما اقولها لكم يمكن تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معانا في القناة عشان القناة بالله عليكم تكبر. فحط لايك بقى وما تستخسرش فيا. الفيديو بتاعي عبارة عن ايه النهاردة؟ روتين تحفيزي مشجع. هنعمل مع بعض النهاردة كذا حاجة كده في الفيديو، يا رب افيدك ولو ب1% حتى في الفيديو. انا هنا كنت لسه هعمل غدا، لقيت البوتاجاز بتاعي مش نظيف، فقلت اما ايه اغسله الاول كده عشان اعمل العشاء الغدا بتاعي على روقان كده، وايه ويكون المطبخ بتاعي نظيف، بتاع البوتاجاز بتاعي نظيف. فنفسي تتفتح وايه واعمل الغدا بروقان. جيت اشيل اللي يعني في النص غلبتني، جيت اشيل اللي هناك دي معرفتش ابدا اطلعها. ف حتى اختي ما عرفتش تطلعها، فسبتها زي ما هي وغسلت على ما هو كده بالسلكه والصابون والميه. ما بستخدمش باور، ما بستخدمش سترس، ما بستخدمش اي نوع منظف، اسفه. لان انا ايدي طول الوقت في البوتاجاز، ممكن مرتين في اليوم، ممكن مره في اليوم، فما بيتراكمش عندي دهون. لو عندي دهون هستخدم باور او استخدم سترس، بس انا مش عندي لان زي ما قلت لك ايدي طول الوقت في البوتاجاز. بس بدات اجيب الميه والبريل وادعك كل البوتاجاز، اي حاجه عايزه اغسلها بغسلها بالميه والبريل، ازاز بقى وفرن وكله. وزي ما قلت لك طول ما انت ايدك في الحاجه والحاجه بتاعتك هتبقى جديده ونضيفه ومش هتاخد منك اي مجهود في تنظيفها. تمام. تمام، لو وصلت لحد هنا من الفيديو ولسه ما عملتش لايك اعملوا لايك للفيديو. اهو ادعك ادعك ادعك، اديله اديله ادي واديله. بس بعيد وازيد واجيب بقى قماشة واخد الرغاوي دي واروح اغسل في الحوض وارجع تاني انشف الحوض بتاعي، هخليه زي المراية. وفي الاخر خالص هجيب قماشة نظيفة وامسح بيها البوتاجاز، اخلي البوتاجاز بتاعي كأنه جديد. بص هوبا بينا. هنا كنت مسحته وكنت خلصت، رجعت بقى العيون زي ما هي. العيون دي والله كل يوم بنغسلوها، بس هي اول ما النار قادت لان البوتاجاز كان جديد، اول ما النار قادت غيرت لونها كده وما عادش نضفت ابدا. هحاول اشوف لها اي نوع منظف او اي وصفة ترجعها يعني جديدة زي ما كانت، لان بجد شكلها كده وحش. بوتاجاز جديد وهي لونها كده مخليه البوتاجاز كأنه قديم، فهحاول اشوف لها وصفة يعني. بس حطيت بقى البوتاجاز العيون بتاعة البوتاجاز بتاعتي والحمالات، وولعت العين دي عشان هعمل بقى الغدا، ولع الغدا لان برضو في كام شغلانة كده هعملها، فهنتهز الفرصة يعني واحضر الغدا الاول يستوي في ريحي واكون ايه اعمل الكام شغلانة التانية اللي ورايا. جبت حلة فيها مية على النار وحطيت فيها 3 طماطمات لان انا هعمل شوربة، فانا عايزة الشوربة بتاعتي حمرا ما بنحبهاش بيضة، فهحط 3 طماطمات وقرن شطة اخضر. لو عندك فلفل حطي حبيتين حبهان، حبيتين قرنفل، ورقتين لورا، وهسيبهم يغلوا مع بعض على النار. ولو انا نسيت في الوقت ده احط البصلة، بس هرجع احطها يعني البصلة ايه بعد شوية يعني. بس وحطيتهم بقى سبتهم يغلوا على النار، وجبت ازبل شفاط في التاريخ وقلت اما انضفه ما تنضفش من القرن 19، فقلت اكسب فيه ثواب كده وايه واخده جنب كده. بص والنبي نضف اهو نضف، حتى الشفاط نضف. يلا برضو ميه وبريل، ما فيش منظفات، ما معيش منظفات، فعملته بالميه والبريل على قد ما قدرت كده. في خبايا داخله كده معرفتش اغسلها بس مش مشكله، المهم ان انا ايه حاولت معاه وحاولت انضفه على قد ما اقدر، وهو ما شاء الله نضف اهو بقى زي الفل. مش مشكله التانيين دول لما ابقى ايه اشوف لهم فرشه يعني تعرف تنضفهم، لان انا ما عرفتش انضفهم والله. بس وشطفته هعلقه بقى على الحنفيه واجيب الشبكه بص اسود اللي انا لسه غسلاه يعني. بصوا شايفين زي الزفت. من كارت 19 قلت لكم البتاع ده ما تنضفش، باين العيد الصغير والله باين ما تنضفش. بصوا السلكه عامله ازاي، بميه وبريل برضو، وادعك ادعك 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 لحد ما هينضف معايا، مش هسيبه برضو لما ينضف. هنا الميه بتاعتي كانت غليت، هنزل بقى بالزفر بتاعي. انا عامله وعامله بطه وعامله ديك، دي بلدي ودي بلدي، هحطهم بقى على النار ومش هضيف اي توابل لحد ما يغلي غلوه كده مع الحاجات اللي انا حطاها كده. بس ارجع تاني للشفاط بتاعي، ادعك ادعك ادعك، اديله لحد ما ينضف، اديله لحد ما ينضف معايا يبقى زي الفل من فوق ومن تحت ومن كل ناحية. مش مهم الحاجة تبقى
نضيفه قوي قوي، اعملي على قد ما تقدري وما تاذيش ايدك، ما تقعديش تضغطي كده وتقولي لا انا لازم انضفه لازم اخليه زي الفل مش عارفه ايه. هينضف معاكي على قد ما تقدري وخلاص الموضوع. دي حاجتك انت يعني، ومش الا ولازم تبقى كده يعني. بس رجعت للمرقه بتاعتي اهي. هبدا بقى الريمه اللي على الوش دي اشيلها، لان دي زفاره البط، لازم اشيلها عشان الشوربه بتاعتي تبقى مش زفره، ويكون طعمها حلو وتكون نقيه كده وايه، وما فيهاش اي شوائب يعني. هشيل الرغاوي دي على قد ما اقدر من الشوربه اهو. لازم تشيل الرغاوي عشان دي زفاره البط. شفتوا الميه بتاعتي لونها حلو ازاي؟ اول ما بشيل الريمه الشوربه بتاعتي بتبقى رايقه اهو. بعد بقى ما اشيل الريمه دي هنزل بالتوابل بتاعتي. معايا توابل ايه؟ ملح وفلفل وكمون. الله، حاطه فلفل كمون على الشوربه؟ ايوه، هو الكمون للسمك بس، كمون لكل الاكل. بس في ناس ما بتستخدموش للشوربه، بتخاف منه يمرر. انت حطي حبه صغيرين للريحه والتطعيمه بس، صغيرين ما تكتريش. وغطي على الشوربه بتاعتك وهدي بقى النار خالص لحد ما تستوي الايه، البطايه بتاعتك. معايا بقى على ما يستوي البط عندي حبة مواعين. الست الشاطرة ما تطلعش من مطبخها غير ومطبخها ده زي فل شمعة منورة، مواعينها مغسولة، أكلها معمول، مطبخها نضيف. تبقى كده الدنيا زي الفل والدنيا رايقة، نفسك مفتوح، تعملي الشغلانة براحتك. بصوا ما فيهوش غلطة، يومك مش هيبقى فيه غلطة، ما تقلقيش. بغسل بقى الكباب بتاعتي الأول، حاجة نضيفة بالنضيفة. بغسل مواعيني، بغسل حوضي، بغسل رخامتي، حيطاني لو عايزة تمسح بمسحها. أي شغلانة عندي عايزة تتعمل بعملها لحد ما الأكل بتاعي يستوي. بس خلصت هنا حبة المواعين بتوعي، وغسلت الحوض بتاعي وخليته فل شمعة منورة، والحنفية والرخامة بتاعتي كله بقى زي الفل. واديله اديله ادي. يا سيدي يا سيدي على المنظر ده، بيغسلني من جوه، الرغاوي الكتير والحوض الفاضي بيغسلني. بس واجيب بقى بعد ما دعكت، بجيب بقى كوب ميه، اغرق الرخامه بتاعتي، انضفها على سنجة 10. كان في الوقت ده البطه بتاعتي بتستوي، على ما تخلص هحمرها. وانا كده كده كان عندي رز، فمش هولع عليه، هد عليه النار يعني يسخن، فمش هعمل حاجه تاني. مع طبق سلطه، طبق مخلل، وكده الغدا بتاعي انعمل. وبألف هنا يا رب. لو وصلت لحد هنا من الفيديو اعمل لايك للفيديو واشتركي معانا في القناة. وده كان الأكل بتاعنا النهاردة، وبألف هنا يا رب. مع السلامة.